يا مساء الورد، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أحلى بسبوسة بالمكسرات، طرية ومرملة والطعم حكاية. يلا بقى بينا نقول بسم الله. أول حاجة معايا علبة زبادي عادي جدا اللي هو المبستر دوت، أي نوع يكون موجود عندنا. العلبة تقريبا 100 جرام. هحط عليهم معلقتين كبار سمنة أو زبدة على حسب المتوفر عندنا، تقريبا كده 100 جرام من السمنة أو الزبدة. ونقلبهم بقى كويس جدا 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 بالمعلقة، مش محتاجين أي مضرب أو أي حاجة. هنقلبهم كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس ويبتدي اللون بتاعهم يبقى فاتح. وبعد ما اللون افتحي معايا هحط بقى عليهم كيس دقيق البسبوسة. الكيس دوت جاهز، بيبقى محطوط فيه البيكنج باودر ومحطوط كمان فيه جوز الهند. اما لو هنستخدم الدقيق العادي بتاع البسبوسه طبعا هنزود بقى عليه البيكنج باودر، ولو حابين نحط كمان الجوز هند معاه. وهعجن بقى المكونات كلها بايدي زي ما انتوا شايفين كده، بس انا مش عايزاها تتعجن يعني تبقى عجينه لينه، لا انا عايزاها تبقى مفتفته زي ما انتوا شايفين كده، لان لو طريناها جامد ده بيخلي البسبوسه بعد كده تنشف مني. لازم تبقى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، مفتته كده معايا، كده بإذن الله تنجح. وكده البسبوسة بقت تمام التمام معايا. نجيب بقى الصينية اللي هنعمل فيها، دي صينية مقاس 26، بندهنها بالزبدة أو السمنة وهننزل بقى فيها بالبسبوسة. وزي ما انتوا شايفين كده هي مفتتة معايا، يعني مش عاملة عجينة متماسكة، وهو ده المطلوب. هحاول بقى ان انا افردها كويس جدا في الصينية بتاعتي واسويها علشان كلها تبقى متساوية وكلها تبقى سمك واحد، ما تبقاش حتة رفيعة وحتة تخينة. وكده الصينية بتاعتي بتكون جاهزة معايا. نجيب بقى المكسرات على حسب المتوفر عندنا. انا عندي بندق ولوز، اللوز هحطه وهو سليم كده، والبندق مكسراه قطع كبيرة شوية. طبعا التزيين ده كل واحد على حسب ذوقه وعلى حسب مزاجه. انا هزينها بشكل عشوائي كده، يعني مش هديها رسمة معينة. وبعد ما حطيت المكسرات اللي معايا هضغط بقى عليها كويس جدا علشان ادخلها جوه البسبوسة، علشان لما تدخل الفرن ما تتحرقش معايا بسرعة. وننضف بقى الجوانب بتاع الصينية بتاعتنا قبل ما ندخلها الفرن. وطبعا قبل ما نبتدي في عمل البسبوسة احنا بنولع الفرن تقريبا قبلها بربع ساعة وعلى درجة 180، وفي الرف اللي في النص، ويلا بينا نحط البسبوسة. ولحد بقى ما البسبوسة تستوي هنعمل السيرم او العسل او الشربات. معايا كوباية من السكر، بنفس الكوباية هحط عليها كوباية ونص مية.
يعني الكوباية اللي هنعاير بيها هي واحدة. وهنحطها بقى على النار. في الأول هنخلي النار عالية. أول ما تبتدي تبقبق معايا زي ما انتوا شايفين كده هنوطي النار عليها شوية ونسيبها يعني 10 دقايق لحد ما العسل يبقى جاهز معايا. طبعا كلنا عارفين ان العسل بتاع البسبوسة بيبقى خفيف، يعني ما بنحطش عليه اي ليمون او اي حاجة تانية. طبعا بعكس العسل بتاع الكنافة بيبقى اتقل، بنحط عليه يعني نقطة الليمون كده علشان يتقل معايا شوية. وهسيبها بقى زي ما قلتلكوا. وزي ما انتوا شايفين كده بعد 10 دقايق العسل بقى جاهز معايا. وبرده زي ما قلتلكوا هو ما بيبقاش تقيل، بيبقى عسل خفيف. هقفل بقى عليها النار وهسيبها تهدى شوية، وهحط بقى في الاخر الفانيليا. هحط معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ولو عندك فانيليا باودر الاتنين واحد. وكده العسل بتاعي بقى جاهز معايا زي ما انتوا شايفين كده سخن، وفي نفس الوقت البسبوسة بقت جاهزة معايا، يعني الاتنين يبقى سخنين. هطلع بقى البسبوسة وهي لسه سخنة، وكمان العسل بتاعي بيكون برضو لسه سخن، وهسقي بقى البسبوسة بالعسل. طيب وبعد ما سقيت البسبوسة بالعسل اعرف منين ان البسبوسة بتاعتي نجحت؟ لو البسبوسة اتشربت العسل بسرعة جدا اعرف كده ان هي مظبوطة وناجحة 100%. زي ما انتوا شايفين كده وزي ما قلتلكوا البسبوسة اتشربت كل العسل، وده دليل على نجاحها. كمان علشان نعرف ان هي نجحت معانا نضغط بصبعنا كده نلاقيها طرية. زي ما انتوا شايفين كده طبعا هي لسه سخنة جدا وفي نفس الوقت طرية جدا. كده البسبوسة بتاعتي بقت جاهزة. سيبتها بقى لحد ما تبرد خالص وبعد كده هقطعها. طبعا ما نقطعهاش وهي لسه سخنة علشان ما تتبهدلش معايا ويبقى شكلها مش حلو. نستنى ما تبرد وبعد كده نقطعها. وده شكل البسبوسة بتاعتي بعد ما قطعتها، بجد شكلها تحفة. ويلا بينا ندوقها مع بعض. بجد حلوة جدا، جربوها اكيد هتعجبكم. وفي نهاية الفيديو بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، وبألف هنا لكل اللي هيعملها.